احنا نسمع أن هذه أكبر مزرعة في اليمن، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح، وفي تقديرات يقولون أنها كأكبر مزرعة في الجزيرة العربية للبرتقال. كم مساحتها؟ هي مساحتها 4 كيلو في 8. في هذه المزرعة الشاسعة لقينا ما لم نكن نتخيله، وهو أن فيها ما يقرب من 90,000 شجرة برتقال، هذا غير بقية الأشجار الأخرى التي تتوزع على الكثير من الأماكن فيها. أول ما قرصوا فيها 90,000، بس الحوثي عندما دخل أحرق فيها آلاف من الأشجار انتهت، وكملوا الباقية في الأسمد السماد والبيدات والهذه، عندما انعدمت من مرة ما عاد الأشجار سيوفات. كم بقي الآن فيها؟ حوالي كم؟ حوالي يعني 70 65 ما يقارب كذا. وجدنا فيها الكثير من أصناف البرتقال والحمضيات التي تتوزع على أنحائها، ومن هذه الأصناف ما هو محصور في زراعته على هذه المزرعة فقط، ولا يزرع إلا في هذه المزرعة، واللي يسمى جرفوك، ويتميز هذا النوع من البرتقال بالكثير من الفوائد. فيها الوزان والفلس، وفيها مبروم معنق، جرفوت، ليمون، عادي. وأما ما تنتجه هذه المزرعة فهناك الأرقام اللي لم نكن نتوقع أن مزرعة واحدة تنتجها. كم إنتاجها يا أخي في هذه المزرعة هذه؟ الإنتاج فيها ما يقارب 350 سلة، هذه اللي يوميا 350 سلة في اليوم، نضربها في 30، نضرب 30 في 6، يعني 6 أشهر الموسم، لا يعطينا فوق 1000 طن وشوي. عندما شاهدنا هذه المزرعة وما فيها من ثمار يانعة، تجلى لنا معنى الآية القرآنية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.